بتيجوا بقى يا حلوين نعمل مع بعض احلى والذ طاجن خضار باللحمة بطريقة بسيطة، وهتقدري تستخدمي اي نوع خضار متوفر عندك او النوع اللي بتحبيه، واللحمة هتطلع معاكي دايبة دوب. اول حاجة في طاسة او في جريل هضيف مكعب من الزبدة وعليه معلقة من الزيت، وهسيبه لحد ما يسخن كويس قوي. بعد كده هنزل بشرائح اللحمة، واهم حاجة نكون مقطعينها، ولا هي سميكة قوي ولا هي رفيعة فتنشف معاكي. وبعد ما انزل بكل كمية اللحمة بتاعتي هبتدي ان انا اتبلها، وهستخدم في تتبيل اللحمة هستخدم الفلفل الاسود والحبهان، حبهان عندي بيكون مطحون، وبهارات اللحمة رشة كده بسيطة من كل حاجة منه. وبهارات اللحمة دي انا بعملها في البيت، هبقى ان شاء الله انزل لكم فيديو بالطريقة بتاعتها. ممكن انك تجيبيها جاهزة، بتتباع جاهزة في عند العطارين، وفي اكياس بتكون جاهزة. وضفت عليهم 3 ورقات كده من ورق اللورة، وممكن تضيفي فص مستكة لو عندك ولو حباه. هنقلبها بقى اول ما اخدت معايا لون كده، بحيث تاخد لون من على الجنبين، وبكون في الوقت ده بقى مجهزة الخضار بتاعي اللي هو عبارة عن بصلتين بقطعهم شرايح صغيرة، هنزل عليهم 4 بطاطسات بكون مقطعاهم مكعبات، بس بطاطس بقطعها مكعبات سميكة، وجزراية برضو بقطعها مكعبات، وكوساية بقطعها مكعبات، واضيف عليهم طماطمتين وفاصوليا خضرة. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، فلفل اسود، ملح، بهارات لحمة، وفصين من الثوم يكونوا كبار كده بهرسهم. حابة بقى تضيفي بسلة، حابة تضيفي اي خضار بتحبيه براحتك في الحركة دي. هنيجي بقى هنا هبشر جوزة الطيب، حاولي ما تكتريش منها علشان ما تحسسكيش كده انك عايزة تنامي بعد ما تاكلي الاكل دي. انا بشرت حاجة بسيطة كده خالص منها، بتدي نكهة حلوة قوي، والريحة بتاعتها بتكون بجد جميلة مع اللحمة. هنقلبها بقى، واسيب الخضار لحد ما ينزل ميته معايا على البوتاجاز كده، وينزل كل المية اللي فيه. وبعد كده بنبتدي ننقله في الطاجن عشان يكمل تسوية. زي ما انتوا شايفين هنا بدأ الخضار ينزل المية بتاعته. هنبتدي بقى ان احنا ننقله في الطاجن اللي هيدخل الفرن. طبعا لو هتستخدميه في طاجن فخار هيكون افضل واحسن بكتير، بس انا هنا استخدمت طاجن البايركس. نزلت بكل الخضار بتاعي واللحمة. هنغلف بقى، نجيب ورقة زبدة وبعدين ورق ألمونيا ونغلفه كويس قوي، وندخل الطاجن بتاعنا الفرن. ما بياخدش وقت كتير، احنا مش بنشغل الشواية، بشغل الفرن من تحت بس، ومش بياخد وقت كتير لان اللحمة زي ما قلت لكم صغيرة في السن. وده بيكون شكلها بعد ما خرجت معايا. لو حبيت تدوها لون ممكن تدخلوها تحت الشواية، بس انا بصراحة ما حبيتش، حسيتها كده حلوة معايا واللحمة طرية. شايفين الخضار قد ايه طالع، البطاطساية مش مهرية، المكعب زي ما هو، والجزر كذلك. ودي بقى ميزة ان اللحمة تكون دايبة معاكي كده ومستوية كويس، والخضار محتفظ بنفس الشكل مش مهري معاكي برغم انه مستوي حلو قوي. فجربوها بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبكم. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.